صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. معلش الصوت تعبني شويه، مش واضح. هعمل معاكم النهارده صينيه بطاطس باللحم، عشان احنا صايمين النهارده. كل سنه وانتم طيبين، نص من شعبان. وعد الله علينا وعليكم بالخير ان شاء الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. باذن الله هعرفكم على تريكات بسيطه جدا في عمايل الصينيه، هتكونوا معايا خطوه بخطوه باذن الله، وهعرفكم هنعمل ايه. انا حمرت الثوم ونزلت على البطاطس، او نزلت عليه عصير الطماطم. خطوه خطوه كده هوريكم احنا هنعمل ايه. شايفين يا حبايبي؟ انا سبتها تاخد شويه تسبيكه معاكم، وحطيت فيها كمون، فلفل اسود، وكزبره وشويه شطه، طبعا حسب الرغبه يعني. وحطيتها سبتها تاخد تتعصق شويه على النار. وبعد كده هنزل بشرايح البصل. ليه شرايح البصل قبل البطاطس؟ لان دايما معروف ان البصل بياخد سوى اكتر من البطاطس، عشان يطلع معاكي مستوي في الصينيه حطيه قبل البطاطس. رصيناه كده، وهنزل عليه بالبطاطس. وعامله قرن شطه حراق، عشان احنا بنحب صينيه البطاطس سبايسي شويه. اعذروني معلش صوتي، انا واخده برد. انا هقلب عشان كله يشرب من الصلصه. انا خليت عصير الطماطم يتجانس مع كل البطاطس والفلفل والبصل. انا هسيبها كده لغايه ما الطماطم تتسبك خالص مع البطاطس، وبعدين انزل عليها بالعقد بتاعها ميه. بهارات حسب الرغبه، بس انا بفضل كمون وفلفل اسمر وشطه وكزبره. ده بهاراتها. هسيبها معاكم تستوي وهغطيها عشان البطاطس تستوي، ونرجع بعد شويه نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي انا هضطر اطفي عليها دلوقتي، هي خلاص بقت يعني ايه 3/4 سوا كده. هسيبها توطي عليها، هطفي النار عليها واسيبها تستوي مع البخار والسخونيه اللي فيها دي لغايه ما اللحمه معانا تستوي خالص وتتهري. هنزل مج شوربه مع اللحمه واسيبهم ياخدوا غلوتين على النار وادخلها الفرن. قبل ما اعمل ده كله ان شاء الله هبقى معاكم خطوه وخطوه، بس انا هسيبها دلوقتي حاليا لغايه ما اللحمه بتاعتنا تستوي. اللحمه بتستوي معايا على النار اهو ما شاء الله كده. باذن الله يبقى فاضل لي بالكتير نص ساعه بس قبل اذان العصر اكون مخلصه صينيه اللحمه دي، عشان الناس صايمه. كل سنه وحضراتكم طيبين. اللحمه خلاص قربت، خلاص طلعت السمنيه بتاعتها على الوش، يعني خلاص دخلنا في مرحله السوى. باذن الله تعالى هنكمل مع بعض خطوه خطوه باذن الله، ونشوف هنعمل ايه. واي استفسار واي حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين ايه واعمل لكم ايه. شايفين يا حبايبي ما شاء الله اللحمه معايا استوت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وانا حطيتها في قلب البطاطس وزودت مج شوربه من اللحمه. ليه بقى؟ علشان اسيب اللحمه تشرب من الصوص بتاع البطاطس بالطريقه دي. بقلب اللحمه على الاتجاهين، كل دقيقه ولا دقيقتين كده بقلبهم واسيبهم 5 دقايق، وارجع ادخلهم على الرف الاوسط، واشغل الشعله اللي فوق واحمر صينيه البطاطس عليه. انا بحب قوي البطاطس تقعد لها من 5 ل10 دقايق في وسطها اللحمه عشان يشربوا الصوص بتاعها، عشان تطلع معايا الطعم مفيش ولا اروع من كده. زي ما انتوا شايفينها بتغلي بالطريقه دي. انا هسيبها من دقيقه مثلا ل5 دقايق. في نص الفتره هقلب اللحمه على الاتجاهين عشان تشرب من الصوص،
وان شاء الله باذن الله في الاخر خالص وهي في قلب الفرن بتحمر، بعد ما تطلع هنغرف ونشوف احنا هنعمل ايه وشكلها عامل ازاي. شايفين يا حبايبي كده خلاص اخدت الوش اللي انا عايزاه من فوق، ولسه فيها صوص يعني ما نشفتهاش قوي، لسه فيها صوص عشان اللي يحب ياخد منها ويغمس على الرز. لسه هعمل رز بشعرية ومكرونة علشان خاطر العيال، احنا صايمين، كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله باذن الله واحنا بنغرف الاكل باذن الله هنصور لكم باقي الاكل بتاع النهارده شكله عامل ازاي. بس اعذروني لان مش عارفه اتكلم اكتر من كده. اي استفسار او اي حد محتاج اي حاجه يسالني فيها عن اي شيء يا ريت يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليكم على طول. ان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض باقي طبخ النهارده لمنتصف من شعبان، واتمنى ان شاء الله شهر رمضان يعود عليكم باليمن والخير والبركه، وان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا وعلى امه محمد اجمعين. حبايبي انا كده خلصت، عملت رز ابيض، عملت معايا مكرونه، وعملت صينيه البطاطس ما شاء الله زي ما انتم شايفينها كده. انا خلصت كل الاكل النهارده بتاعنا، معانا عصير بلح ومعانا عصير تمر، وده كان يوم النص من شعبان. كل سنه وحضراتكم طيبين. باذن الله تعالى هنعمل اكلات كتيره ووصفات مهمه جدا ومفيده في شهر رمضان. باذن الله تنتظروا كل ما هو جديد باذن الله من القناه بتاعتي على قد الايد. واي استفسارات واي طلبات يا ريت تتواصلوا معايا وتكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين ايه ومحتاجين فيديوهات ايه في شهر رمضان. ده فيديونا النهارده، يا ريت يكون عجبكم، وان شاء الله نشوفكم فيديوهات كتيره باذن الله جايه، ونستمر مع بعض اكتر واكتر. شهر رمضان متبقى عليه 15 يوم، هنعمل اكلات مفيش اطعم ولا اروع من كده. ويا ريت كل حد عاوز مني حاجه يكتب لي في الكومنتات وانا برد على التعليقات. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين.